السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. زي ما انتم شايفين كده معايا حلة محشي معتبرة. الجو ده مش عايز اكتر من كده، حلة محشي كده وشوية شوربة حلوين وسخنين وكده زي الفل. بدايات الشتاء بقى ودخلنا على الشتاء بجد، يعني اول كده مرة نحس بالشتاء اليومين دول. فتعالوا نعمل مع بعض الاكل الشتوي بتاعنا الجميل بطريقة حلوة وسهلة وبسيطة لكل البنات المبتدئة اللي ما بتخشش المطبخ كتير، اللي حابة تتعلم او تستفاد اي حاجة. تمام، يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل على الفيديو بتاعنا على طول. جبنا الحلة بتاعتنا، اكبر حلة عندنا، حطيت فيها شوية كمون وكمان طبعا مية كده عشان هنسلق فيها بقى الكرنبايه زي ما احنا شايفين مع بعض. عندك عودين نعناع فريش هتحطي كمان، لان ده بيمنع اي ريحة للكرنب، الريحة النفاذة بتاعته مش بتشميها خالص لما بتحطي معلقة من الكمون. وكمان لو عندك نعناع فريش. تمام، هنا انا الكرنبايه بتاعتي كانت ما شاء الله كبيره، ففضلت كده اشيل من عليها الورق بالراحه علشان طبعا ما يتقطعش، ولحد كده ما خدت يعني ما كفت الحله بتاعتي، لان دي اكبر حله عندي. تمام، بعد كده بقى سلقنا الكرنبايه، وبعد كده هنبتدي نحط الورق اللي احنا طلعناه منها شويه بشويه كده علشان نسلق كل الكميه. يعني لو ما عندكيش حلال كبيره وعندك كرنبايه كبيره، اتصرفي ما تقفيش على حاجه خالص. زي ما انا عملت كده، الكرنبايه كانت ما شاء الله حجمها كبير، فزي ما قلت لكم كده فصصت الورق، وبعد كده سلقت الكرنبايه بعد ما صغرتها شويه في الحله، وابتديت ارجع اكمل بقيه التسويه للورق اللي عندي. هخلص بقى كل الورق اللي انتوا شايفينه ده ابيض وجميل طبعا من الكرنبايه، بس انا شلته علشان الحله بتاعتي مش مكفيه حجم الكرنبايه. تمام، خلصت كده كله زي ما انتوا شايفين عندي. تعالوا بقى نشوف هنقطعها ازاي. طبعا بناخده نغسله غسله كويسه جدا جدا تحت الميه، الكرنب لازم يتغسل غسله تمام. وهنا زي ما احنا شايفين مع بعض ابتديت اقطعه كده، اشيل العرق بتاعه اللي فوق وابتدي اقطعه كده حجم متوسط، علشان ده اللي هيتحكم في حجم المحشيه بتاعتي. تمام كده، ما نقطعهوش كبير قوي علشان ما يبقاش عريض معانا والمحشي يكون كده مقلبظ ومش حلو خالص. صغريه عشان يبقى طعمه وشكله حلوين. وبس كده خلصت كل الكمية اللي عندي بنفس الطريقة، سهلة جدا بسيطة قوي. طبعا انا بكلم البنات اللي لسه بتدخل المطبخ جديد. في ناس طبعا شاطرة وبتعرف تعمل كل الحاجات دي، وفي بنات لسه ما عندهاش خبرة في اي حاجة في المطبخ، فممكن الفيديوهات دي تكون ليها كويسة وتديها اي يعني معلومة كويسة. تعالوا بقى هنا نعمل الصلصة بتاعتنا. عندي هنا شوية زيت حلوين، ضفت عليهم نص معلقة من السمنة وشوية كده يعني. انا عندي قطعه من الدهن حطيتها، ودي بتدي للمحشي اللي معايا النهارده للنوع كمان، خصوصا النهارده الكرنب بتديله طعم حلو جدا. نزلت بثلاث حبات كده من البصل وسط، فرمتهم في الكبه، ممكن تقطعيهم بقى براحتك خالص. وكمان فرمت تقريبا كيلو ونص من الطماطم، فرمتهم كويس جدا. وبعد كده شوحت البصل دقيقتين بس على النار، مش عايزاه ياخد لون ولا اي حاجه. وبعد كده نزلت في الطماطم، ضفت بقى الملح والفلفل الاسمر بتاعنا وبس كده. عايزه اقول لكم على معلومه كمان، اللي انت ممكن تفرمي الطماطم وبعد كده تحطي عليها البصل على طول في الخلاط وتفرمي الاتنين مع بعض، وبتدي نتيجه حلوه برضو. الاتنين بيكون طعمهم حلو. هنا بقى خلاص كانت الصلصه بتاعتي بدات تتسبك. نعرف اللي هي اتسبكت ازاي؟ بنلاقي الماده الدهنيه بتاعتنا نطرت كده على الوش. بعد بقى ما تتسبك معايا نص معلقه كبيره من السبع بهارات هنزل بيها، ودي بتخلي طعم المحشي بجد حلو قوي. هسيبها كمان شويه تكمل تسبيك، وتعالوا نشوف الخلطه بتاعتنا هنكملها ازاي. جبنا هنا الرز بتاعنا تقريبا كيلو من الرز، غسلناه وصفناه كويس جدا. وبعد كده نزلنا بالصلصه بعد ما تسبكت تسبيكه تمام، يعني ما يكونش فيها ميه خالص، علشان المحشي بتاعنا كده ما يكونش فيه ميه وصايص كده واحنا بنحشيه. نزلت بقى بميكس من الكزبره والشبت والبقدونس، نظبط الخضره بتاعتنا علشان المحشي يكون طعمه حلو. وكمان علشان تاخدي خلطه حلوه جدا لازم كده الطماطم تكون زهره والخلطه تكون كده محمره معاكي وشكلها حلو وريحتها كمان كده يعني وانتي بتقلبيها بجد خطيرة. جربوا الخلطة بتاعتي الجميلة التحفة دي. امشي على كده المقادير والمكونات بتاعتنا كويس والخطوات، هتطلعي بنتيجة حلوة قوي. شايفين بقى لون الخلطة عامل ازاي؟ تحفة، والطماطم فيه متظبطة وجميلة جدا. معايا بصلاية هبتدي اقطعها كده طرنشات او شرايح، وكمان معايا طماطمايه وشطة خضرة، ودي هتكون كده فرش للمحشي. محشي الكرنب يا جماعة لازم نظبطه علشان يكون كده طعمه حلو. هو طبعا بيكون مسكر وجميل من غير اي حاجة.
هنقطعهم كده في الحله بتاعتنا من تحت علشان يدونا طعم وشكل حلوين. طبعا لو عايزين تقلبوا الحله بقى زي ما هي كده برضو بيكون شكله حلو جدا، وطبعا بتفرق في الطعم قوي يعني، وهو بيستوي كده بيكون عامل ريحه خطيره قوي في البيت كله. ومعايا كمان قرن شطه كده حامي علشان المحشي بيكون طعمه حلو وهو حامي شويه، يعني هو مش مشطشط قوي بس حامي شويه. رشيت بقى رشه من الفلفل الاسمر ورشه من الملح، وكمان هرش كده رشه من الزيت بسيطه. تعالوا بقى نحشي المحشي بتاعنا بطريقه حلوه ونلفه بطريقه كده كويسه ويكون شكله حلو معانا وجميل كده. هو من اسرع واسهل المحشي اللي ممكن تلفيه، يعني محشي الكرنب من اسرع المحاشي اللي ممكن تحشيها، مش زي ورق العنب بياخد وقت شويه، ده سريع جدا. بنبتدي كده ناخد الورقه بتاعتنا بنقطعها حسب الحجم اللي احنا عايزينه، وزي ما قلت لكم خلوها صغيره علشان المحشيه تطلع شكلها حلو. مش بنقفل عليها ولا اي حاجه، مش زي ورق العنب خالص، بيتلف كده على طول بسهوله جدا، يعني في ثواني هتكوني عامله احلى حله محشي بجد سهل جدا وما فيهوش اي حاجه. هخلص بقى كل الكميه كده بنفس الطريقه زي ما انتم شايفين معايا. بنبتدي نحط كميه الرز المناسبه ونلف عليها كده على طول بس. ما نحاولش نكبره وما نحاولش نخليه غليظ كده علشان يكون حلو معايا واحنا بنقدمه على السفرة بتاعتنا. كده انا خلصت الكمية اللي عندي. تعالوا بقى نروح نشوف التسوية بتاعته. بنبتدي نضيف الشوربة بتاعتنا. طبعا سلقت لحمة، عملت جنبه برضو يعني فراخ كده في الصينيه، بس انا حبيت النهارده انزل لكم المحشي بس لوحده. تمام. هنبتدي نشربه الشوربه بتاعته ونهزه كده، لازم الهزه دي علشان بيكون ماسك في بعضه كده او لازق في بعضه، فالشوربه نتاكد كويس جدا اللي هي نزلت تحت علشان يستوي معايا تسويه كامله. ههزه هزتين واحطه على نار عاليه. اول ما يبتدي يغلي معايا بهدي النار عليه واسيبه بقى يستوي، يعني نص ساعه او اقل كمان 25 دقيقه، وهتلاقي حله المحشي دي مستويه وريحتها بقى بتقولك يعني انا خلاص عايزه اتاكل. شايفين بقى الجمال عامل ازاي، ريحتها وشكلها ولونها خطيره جدا جدا جدا. اتمنى ان انتوا تجربوا الطريقه بتاعه المحشي على الطريقه بتاعتي دي، هتعجبكم جدا ان شاء الله. لو وصلتوا معايا لحد هنا في الفيديو يا ريت تحطوا له لايك، ولو اول مره تشوفوا القناه يا ريت تشتركوا فيها وفعلوا الجرس عشان يصلكم كل الاشعارات الجديده. تعالوا بقى ندوق المحشي مع بعض ونقول واو بجد، واو الله، يعني بجد ساقعه وشتا، يعني حله محشي معتبره كده، هي دي اللي بتدفي وبتجيب من الاخر. وده كده كان الفيديو بتاعنا النهارده، بسيط وسهل قوي، وزي ما تعودنا مع بعض فيديوهاتنا كلها سهله. يا رب الفيديو يكون عجبكم، استنوني في فيديو جديد. باي.